ازيكم يا حلوين؟ من واحنا صغيرين اتربينا على فكرة سيئة جدا، ان الجمال له معايير او كتالوج، ولو البنت ما طلعتش بالمقاسات اللي في الكتالوج ده حياتها هتبقى صعبة وفرصها في الحياة بتقل، سواء في الشغل او الجواز. اما الشاب فده بقى الطفل المدلل عند امه وعند المجتمع كله، ومش مهم شكله خالص، لانهم علمونا ان الراجل ما يعبوش غير جيبه. والحكاية دي ما جاتش من فراغ، دي اترسخت جوانا من الأفلام والمسلسلات اللي دايما كانت بتحط البنت الجميلة في دور البطلة، سندريلا اللي بتتجوز الأمير، أما البنت العادية فتبقى يا إما مادة للضحك والسخرية أو مهمشة ومحدش شايفها أصلا. لأن مجتمعنا بيهتم بالشكل قوي أكتر من الإنسان، وكبرنا وبقينا نتنمر على بعض من غير ما ناخد بالنا، وإحنا فاكرين إن ده هزار. بنتنمر على القصير وعلى الطويل والتخين والقزم واللي بشرتهم سودة، حتى الرفيع، يعني من الآخر ما رحمناش حد. وكانوا بيجيبوا في الأفلام البنت اللي صوتها تخين شوية يتنمروا عليها، والولد اللي صوته أو شكله ناعم يستهزئوا بيه. ومحدش قال لنا أبدا إن في ناس اتولدوا كده عندهم مشاكل عضوية ولا لخبطة في هرموناتهم، يعني حاجة مش بإيديهم، ومع ذلك كنا بنضحك ونتريق وفاكرين إن ده شيء عادي. لكن الحقيقة أن التنمر بيدمر الإنسان وبيقلل ثقته في نفسه، ممكن يجيلهم اكتئاب ولا يأذوا نفسهم أو يأذوا غيرهم. ودلوقتي احنا كبرنا خلاص وبدأنا نفهم ونستوعب إن اللي كنا بنعمله ده مش هزار أبدا، وإن اللي بيحصل في الأفلام والمسلسلات لازم ينتهي. ده اسمه تنمر وعنصرية وبيسبب ألم نفسي رهيب. نفسي أفهم إزاي تبقى حياتنا كلها تنمر وفي نفس الوقت نلوم على الأطفال اللي بيتنمروا على بعض في المدارس. ده تناقض عجيب جدا، وفي النهاية أنا مش جاية لا ألوم ولا عاتب، كلنا مرينا بتجارب يا إما اتريقنا على حد أو حد اتريق علينا. طيب غلطنا وما كناش فاهمين، لكن دلوقتي نكمل في الغلط ده ليه؟ مفيش أجمل من إن الواحد يعترف بغلطه ويصلحه، لأن طول ما احنا عايشين بنتعلم وبننقل خبرتنا دي لولادنا علشان الأجيال اللي جاية يحترموا غيرهم ويعيشوا في سلام. ولازم نعرف إن قيمة الإنسان مش بشكله أبداً، وإن الاختلاف مش وصمة عار ولا مادة للسخرية. إحنا بس محتاجين شوية وعي علشان ولادنا ما يغلطوش نفس غلطنا وما يجرحوش حد وهم مش واخدين بالهم. سلام.